بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير جزء عما مبل كالأي كفال كنقصلينا سورة النبأ مالتيو جزء عما مترشا زلو جزء كقرآن مالتيو جزء عما خوينو سورة النبأ مسقاب 16 آية قليسنا ينيرنا ويفسرنا ينيرنا حجي خاني كاب 17 زلو تفسير كنقصلينا. الله سبحانه وتعالى انتايلنا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وقساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال تعالى إن يوم الفصل وهو يوم القيامة، وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، ويفصل كذلك بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الإيمان وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. طبعا إذا يوم الفصل معناته مالتين تاي كم زخونة يوم القيامة مالت يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل مالت يوم القيامة مالت يوم القيامة مالت كأني إذا معلت زي رب العالمين كلون أنها تزفلت مالت. وسمي يوم الفصل فصل مالت سي كتفلالي خلخا مالتيو، يعني حقه تفلت مالتيو، لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم. يعني الله سبحانه وتعالى كفردنا مالتي يوم القيامة فرد خوينو كلاتنا تطوكن ملينا أبتحت رب مالتيو رب العالمين كأنا كلاتنا زقبرنايو نحدنا زقبرنايو انت عينت تقبارات كم زنبرنا، انت عينت امنت كم زنبرنا، انت عينت سراح كم زنبرنا، كل ذي كفالة لي كمامينا مالتي شعو اتي يوم الفصل يوم القيامة مالت ناي ماي معلت مالت كل واحد ببوت أخحزيو قال يسبق الدنيا انتي مسلو دلايو غيرو دلايو فتسيمو بقى خلاص مويتنا دحريقوا الحانت نقر زمت نقر يلن إلهم زأمنو سباتلو. مع الأسف قوم يكونن مهنياتو رب العالمين فوضى يكونن ويصير كامت صوت يكونن اتهوتنا الدنيا كل فتناتات رب خليقه وزلو صغير كاي يكونن انتي دقا ولا قبز الدنيا بزح نقر ظلم تحلفه يوم القيامة يوم الفصل زبهال كلها تنطط أكن بلوننا مالتيو. طبعا إذا يوم الفصل خبهال كله خاني الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم. أمونغنا هزبي دك السبات ننحد حدنا زجبرنا يوم مالتيو كل واحد أبهوتنا زحلفة سب بتصبق لي زحلفة بحمق لي زحلفة بدلنا يوديو بدلنا ديو إزتات كله رب العالمين يوم القيامة كمميو إمالتيو كل واحد لنا تحقق خزي. وفيما كانوا يختلفون فيه أفلا لا يزلنا دم رب العالمين أينا يتخكلنيا أينا يتزي تخكلنيا دم كجلس خجور. ويفصل كذلك بين أهل الحق وأهل الباطل. تم حق أنياتات بينهم، تم أهل الباطل أمن قد جاز خدوز نبرون بينهم، وأهل الكفر بينهم، تم كفار بينهم، وأهل الإيمان بينهم، وأهل العدوان وأهل الاعتدال بينهم، تم ألا نبرون بينهم، كلهم زي كفلهم والاعتدال. ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار. دحريقها يفل دما توم جهنم زخدون والعياذ بالله، توم جنة رب زهوم زخدو دما نسهم كأن بينهم يفلوا مالتهم. كم ترب العالمين زبروا فريق في الجنة وفريق في السعير. قال يوم ناب جنة خاتو يوم قال يوم كأ ناب جنة، قال يوم ناب جنة، قال يوم ناب جهنم مالتي. سلازي إذا يوم الفصل خبها الكله يوم القيامة تطون بللو كله زجبرنايو تخكلنا ديو أيكونن رب أجر قطيرنا دو أيقطرن نفلت له حقنا لكعنا ملكعنا نفلت له مالتيو.
كل نجر رب العالمين كم تزجبرنا يو لأنه رب العالمين أي زلمني ولو مثقال ذرة رب العالمين كندزي مثقال ذرة مالت بعين زي نجر نشتي كند أخمان ربي أي زلمنانيو صبوا عند حرجيركم نفسكم حماقة جيركم لنفسكم يلنا رب العالمين يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلا رب العالمين بتزجبرنا يو ذنبي محيرنا عفيلنا بزي حساب بزي عقاب جنة خطونا تزي كوينو كلاتنا دق أدم زبلنا ما نمسب ملو سب زبها النجار يلن معصوم زبها النجار يلن بجاكا رسول صلى الله عليه وسلم تزي كوينو معصوم قال معصوم زبها يلن مالتي وطبعا أنبياتات كلهم رب العالمين زرا ديالو من بتلك زأززو من زقبرو أنبياتات كلاتهم مالتيهم ولكن ود سب كوينو معصوم بجاكا رسول صلى الله عليه وسلم يلن مالتي ولذلك كلاتنا بدلتينا تجاجيتينا نعيخ رب العالمين بتي بزح ذنب سلا نجبر استغفار بزحو توبة بزحو كل جزء رب العالمين إن الله يحب التوابين يحب المستغفرين يحب يعني ناب أزم الله سوء يعني توبة غيره إنا باز جبر نبر بزم الله استجاجيو يزفتو مالتي لأنه الله سبحانه وتعالى يلو كل ابن آدم خطأ الرسول عليه السلام يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابين كل جاجنديو تمزبلت وتجاجيت خاني تجاجيوم يا رب غفر لنا سامحنا عفو بلنا بدلنا إنا يا الله كم تسرحنا أي تخيدنا بتناتك رحمة أخيدنا بتناتك إلنا دعاء نجبر كلنا يزفتو مالتي اللهم لا تعاملنا بما نحن أهلا له ولكن عاملنا بما أنت أهلا له بتسخاز جبأك قويتا فردنا نمبر بتنا هنا زجبأنا فردي أي تفردنا مغنياتو نعنا زجبأنا رب تفريدنا مأتوية بلنا مالتي لأنه بزح ذنبينا نجبر كافتي صبق صرح نصرحه ولذلك كم زرعنا يوم مالتيو سورة النبأ جمر كلا بزعبا خبر نايزي دين زنجرنا عن النبأ العظيم لنا بزح سب تفعل عليه زلنا ودحرك أنا رب العالمين قال يقولنا ناي مريت ناي سماي ناي كل نجر مالتيو قتيلو دما ناي يوم القيامة انتاي كم زبينا زلو انتاي كم زخون كم نخون رب العالمين كل قلت غيره يقلت لنا لما إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم الفصل إذ يوم القيامة إذ كل سب حق زفلت مع التمالتي كان ميقاتا أي ميقاتا للجزاء وموقوتا لأجل معدود كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود بسورة هود 204 مالتيو سلازي إذي ميقاتا مالت كأني للجزاء يعني قصرا مالتيو حدا سب قصرا للنيبل نحن هجي قصرا نموت لنا قصرا يوم الحساب لنا قصرا يوم الجزاء لنا مالتي إذا ميقات زي ترف نجر أبهوتنا مالتيو كان ميقاتا أي ميقاتا للجزاء وموقوتا لأجل إذا معلتزي نناتنا سسرحنا نوها باللو فردي معلت مالتيو ميقاتا قصرا خوينو للجزاء نتي زقبأنا رب العالمين زفردنا معلت مالتي وموقوتا خاني لأجل معدود يعني ربي خمت زحددو مالتي معدود كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوما بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة فكذلك الدنيا كلها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة ولهذا قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود وكل شيء معدود فإنه ينتهي سلازي رب العالمين معدود غيرون ديو زي ميقات زي كان ميقاتا معدود غيرو موقوتا لأجل معدود انتهي مالتيو وما نأخره إلا لأجل معدود لأنه كل نجر جمر نجر مودعت له مالتيو وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل يعني عدمنا خمين ريقول لنا تمالي قلعت نيرنا حج عبينا كوميل معلتنا يود نموت أب قبرنا أتو وأخيرا يمتص وجزاء يمتص مالتي سلازي رب العالمين تقصراتي اتموعدتي اتجزي معس كم زخانه اتنا يوم القيامة بجاك رب زفلت يلن لكن ربنا جيرونا له الدنيا خبت جمر أفتي معلتي ربي ودي أزبلا ناي جدا كل نجر أو قبل مالتيو دحريو وكل شيء معدود فإنه ينتهي زخانه نجر زقصر زلوا نجر ما تقرشتا خمزلوا نفلت مالتيو إن يوم الفصل كان ميقاتا
رب العالمين يوم ميقاتا لنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قد إلو مالتيو آية 18 إذن تاي مالتيو النافخ الموكل فيها إسرافيل ينفخ فيها نفختين الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون والثانية يبعثون من قبورهم وتعود إليهم أرواحهم إذا أخا دحري انتاي مالتيو نفخ زبهال نفخ الصور زبهال كنفحيو يعني إسرافيل كمتسئيو يعني مجمرة أخلا مالتيو ناي الدنيا معالت مستودة لك خمزين احنا عدمينا خودان كله مني متسألنا ملك الموت يعني عزرائيل بالوسب عزرائيل أي بهالن شمو أيكونن عزرائيل نا إسرائيلياتيو بسلمنا قل ملك الموت يزبهال ملائكة نايموت يمتسألنا معالتنا كلا زي معالتو أخيلا ساعات كندزي أبزابو تازي أخبهال كله يمتس روحنا يوزدا مالتيو أخيلا معالتي توديئة نابك أبرنا أتو مالتيو الدنيا أخو نفس الشيء معالت اللوات تقبل لا معالتا مس أخلت كمتسيو إسرافيل زبهال ينفخ يعني كمزي نقابلنت دمت زي كما يكنبلو إنامو يعني طبعا فتسهم كن فانتاسي خنقبرو أين خللنا بحنقول نخرد أننا يخللن جن نقابلنت نايت أورنت فيشكا ويدما نايقل برتع نقر حج قال خلا على الكل بحد عدي بقى برتع زخون الدمسي ملكت يبو مالتهم حجة أورنت اللو جزاهم أتو ويكم زيلو ملكت يبو خمالتهم إذا نافخ السور كأزمت سخ أنا تي النفخة الأولى كلتا نفخة ينزلوا تقدميتن كالأيتن تقدميتي دمس مس جبرة مالتيو يفزع الناس كل سبي سنبدي دنقت مالتيو ثم يصعقون شو عمس دنقتوا على طول يموتوا مالتهم يصعقون يموتوا مالتهم ولا حدا سبي يترفنيو شعوه والثانية تخلقتي نفخة يبعثون من قبورهم يعني تا مجمريا مسموته كل سبك موت كله حتى إسرافيل نبعلو تي روح زوت تي نرأسو يعني روح زوت نأمنت ملك نبعلو خماني كل سب مسموته نبعلو سو خمان روحو خوتسي مالتي ولا حدا سب استرف يلن بجكا الله سبحانه وتعالى مالتي اتاك مبل كال ايتي نفخة الثانية تبهال مالتيا مسموته خلاتهم تخال ايتي بالكلا نفخة خاني يبعثون من قبورهم كل سب كاب يوم كاب آدم تفتر جميرو سقاب يوم الدين موتسب كله كاب قبرو تسيئو روحو يملسلو اندقنا هيوتي ركب مالتي اندقنا حي يخون خلاص هيوتي وهب يتسئ لك خم تبدو الدنيا تسيئو زخيد نبرخهم يخون مالتي نعوي الله سبحانه وتعالى يلو يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ولهذا قال هنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا اتي مجمريا يموتوا وتخل أي وفي الآية إيجاز بالحذف أي فتحيون فتأتون أفواجا فوجا مع فوج أو يتلو فوجا وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا نعيد ما رب العالمين لنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا تي مبل كال أي مسكونة مالتيو كل سب مستسئة نحساب مالتي مسكربة فتأتون أفواجا ختمتيكم يعني تسب فوج مالت جماعة خوينهم يمتوا مالتهم والله أعلم يلو بحسب الأمم كل أمة مس أمة نهاتا مالتيو تدعى إلى كتابها مصحف نهاتا توهب كل واحد نناتي وهب حساب يقرب مالتيو فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم كل سب عزيم زخونة شديد زخونة شجر زخونة انت يخوني لسب كل أفرحي زخونة اللي جزي مالتيو أفواج مصئ الذي تسوى فيه الأرض رب العالمين زامريت حنتي عقبت يبلا قلقلت يبلا قد زبلت رب العالمين جبرا مالتيو عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا منم قوبات أي تري الله حبات أي تري الله ولا حنتي تري الله قد زبلت مريت تخون مالتيا ودحري الله سبحانه وتعالى لنا وفتحت السماء فكانت أبوابا فتحت انفرجت فتكون أبواب
يشاهدها الناس بعد أن كانت سقفا محظوظا تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكون أبوابا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. بسورة المعارج آية شمنت سقبت شعت زلو مالتيو. رب العالمين سماي تخت كونيا شعوء مالتيو، رب العالمين لك خمعت أي خفت سماي مالتيو. إذا كل شوعت سبع شداد زنبارة، إذا كل سماي زي الرأي زنبارة سقف كم زي لعلي كدان زنبارة سماي مالتيو لفت مريت زنبارة خمس حج لنا ينوريو مالتيو. شعوء جنسو تريفو مفتوح خوني كخفتيو كمعت أخونيو. إذا أنا يرب قدرة يرئنا مالتيو، ناي رب عزمة، ناي رب تفطر، ناي رب آية يرئنا مالتيو أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن. منهم كم زي نبرة رب العالمين يرئنا مالتيو. إذا سماي زخلو زنرئو زلنا منهم كم زي نبرة أبواب يخون مالتيو. كم تي قال آية بسورة المعارج زبلنا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. سماي منهم تأشم تخومات. وثم صفة أخرى ذكرها الله في قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. بسورة المعارج ناي سماي كم زخون ناي جوبا خان كالعهن منهم كم زتوت خوني تجوبتات نبعلي خمزين نبرخ خونيو. إذا خأنا ربي انتاي كم زجبر يقلت أنا مالتيو. وثم صفة أخرى ذكرها الله في قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا. الله سبحانه وتعالى انتاي لنا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير. يعني إذا كل جوبتاتني عالم من رأيه، إذا كل أبي بوتا زلو جوبتات قصير كذا يودع جوبتات، إذا كل رب العالمين تاي جبره صماء منم يعني كم حام خشت رب العالمين جبره مالتي كالسراب، يعني منم كم زي اللي يخون مالتي تسير. وسيرت الجبال فكانت سرابا. سرابنا أبنة تاي مالتيو أبنة صحي مع التخت كيد كلخا أم معدو تري موني أفت معدو تري خلخا بحري وما يمسلكا مالتيو سرابي بهالنسو. حجي خير كاس قاب أفت وتا مسبت صحة ولا حنت زي اللي ما يلا ولا قليل اللي انتاي دا أنا يتصحي ملكت كم زي سرابي رأيكا زي اللي نجر كم زي اللي خوني رأيكا سرابي بهال. ولذلك وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذا كله جوز نبرة منم كم زي نبرة يخون رب العالمين يقبروا مالتيو. إن جهنم كانت مرصادا لنا أي مرصدا ومعدة للطاغين. وجهنم اسم من أسماء النار التي لها أسماء كثيرة، وسميت بهذا الاسم لأنها ذات جهمة وظلمة بسوادها وقعرها أعاذنا الله وإياكم منها. وهي مرصاد للطاغين قد أعدها الله عز وجل لهم من الآن، فهي موجودة كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. بسورة البقرة آية 24. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه كان أول من أدخل الشرك على العرب. هذه النار يقول الله عز وجل إنها للطاغين مآبا. طبعا إن جهنم كانت مرصادا. جهنم حادة كافتي ناي أسمات عذاب ناي جهنم ناي والعياذ بالله ناي حوي ناي سقاي مالتيو لها أسماء كثيرة وسميت بهذا الاسم. بزشم جهنم إلى تتصويعها سبيشالين من تأيو ذات جهمة مالت حمى تسألمات تسألم حواء وشت زخونة تحت زخونة ربي خاب أي استرنا خاب جهنم يسترنا مالتيو وإياكم آمين. وهي مرصاد كأي تسب يوم إتا جهنم سي كم زيل أفان إدان إقران يعني 5 عينات كوينة نتوم طاقين نتوم ربي تسأل لهم سبات تسب خمزيلة هاهلا تسب مالتيو دمس اللوا يعني تسحبهم مالتي خاب روحك تسحبهم خاب روحك تتصوعهم تفلطهم تم جهنم زأتوا والعياذ بالله. فهي موجودة لأنه جهنم سألا حجي لك خمت جنة زلو جهنم تدالي ويتسبس لزلو. الله سبحانه وتعالى انتايلنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين تتنققوا كاف تحوي تتسبى زلانتهم كفار تقربا زلا مالتي لنا بسورة البقرة آية 24. ورسول صلى الله عليه وسلم طبعا جهنم رئوائي مع رئوا
صلاة الكسوف اندا سجد خلو رب العالمين أرئيوه كالي يترف حنت سبيتي اندا تساقيت كلا أرئيوه إذا سبيت زي أخ أنتي جيرا نيرا نشتي ويدما حنت الدمو وسيدا أسيراتا أي بلعتا ويدما أي قدفتا بعلا خيرا ختبلع إذا بزا دمو زيا بزا سبب زيا دمو زيا جهنم أتى والعياذ بالله ربي أرئيوه رسول الله عليه وسلم تتأنققوا لنا ولا نشتي ذنبي خمان قليل نجر نقبرو نحنا لكن جهنم زؤتو مالتيو إذا روح زلوا دمو مسكنيتي كندي تبلعا كندي تنكابا خبا كندي تصبو غيرا تحزا أسيراتا ساقياتا عزيباتا أي بالعب على هباتا أي قريفاتا بعلا ربي ذهبا بالعيخ الدلي بو سبب مويتا السادمة جهنم أتيا مالتيو نسأل الله العفو والعافية لذلك انسسا كما نروح سلازلو خنساقي أي قبأنان مالتيو ينأس يعبه بجاكاتهم قنقتلهم زفقدنا اسلمنا تراي كونا حمق زمصولنا وي أزيونا تزي كوينهم زخونا نجر كنقتل أي فقدناني مالتيو ولذلك يوم القيامة حتة اللي إننا يزخونا نجر مالتيو وكذلك رسول الله عليه وسلم من رئيو أب جهنم مالتيو رب العالمين رئيوه عمر ابن اللحي الخزاعي زبهل يجر قصبه في النار مع أنتو اندا قوتا تخلو أب حوي رئيوه رسول الله عليه وسلم نمنتا إساب أي زخاني إذي مجمريا أب جزيرة العرب شرك زمت مالتي شرك تولهم على دين إبراهيم نيروم نسو مجمريا والعياذ بالله شرك زئتو مالتي ولذلك نحنا كمان كنت انقل لنا سبب ناي شركي سبب زي كونه علمي مزرقح زي كونه حديث مبتان اب موبايل اب فيسبوك اب قلي بتعمي كنت انقل لنا لانه زتات ينقاس يعبه كنت اللي قلينا يوم القيامه الا نخير نجر جمرتي نخير نجر مبصحتي كنكون لنا اندحر زي نخل كوينا جن كاب ربي زي بولو ورسول الله عليه وسلم زي بولو مبتان أفنان إدنان إقرنان حيزنا كوفيلنا رب ملمانا بجزانا يحشنا مالتيو كابت صبحنا قهون التعس إذا سبق أيزي والعياذ بالله يساقي رب العالمين رب خمسة ساقي يزولو أب جهنم أرئيو نرسول صلى الله عليه وسلم مالتيو إن جهنم كانت مرصادة مرصاد أبنت حدثب وإذا سبزين تايجي رأيو بالمرصاد حيزون نزبهل أبنت حدثب زكاتا تلكا أبزخد كاي كاتا تلكا انتاي تقبر انتاي تزارب مسمنا وعيلكا مسمنا بيلكا انتاي تزاربكا انتاي تتصاويتكا انتاي حليفكا بالمرصاد الله بتصلق طبعا كون كله مرصاد كون كله بتصلق مالتيو بمفتاو كاتا تلكا يخلي جن بتصلق خا مرصاد يعني نهاتكا حمق زدلي زمنا سب كون كله يتابعك بالمرصاد مالتي كاتا تلكا جهنم كأنتم صلاتا تكاتاتلهم بالمرصاد مالتيو يعني الله سبحانه وتعالى نتا جهنم إن جهنم كانت مرصادة تصبيهم تكاتاتلهم مالتي نعاتهم قتلوا انتايلونا للطاغين مآبا زي أخا زي الطاغين إذا جهنم زي أخا أنمين يا والطاقون جمع طاغون زبهلو ناي بزحت ناي مفرد كبهل كله طاغي بهل حادث بطاغي بزحت كالطاغون يعني بزحت الذي وهو الذي يتجاوز الحد فرعون أمنت طاغي بهل قارون طاغي بهل منتاي كمت أن العلي زنبي قبرو خلو حد يعني قدب زي بلو نجر قبرو خلو كابو حلفو خلو طغاتي بهل وي حدا منقستي ظالم كوينو نسبق زي بهل سقاي كحلفلو خلو كان بعل أب زمن إبراهيم عليه السلام زنبره نمرود زبهل روغم بتاعمي خندي سبساقيو أنا ربكم يلو من سيدنا إبراهيم حوار نيرو ولذلك زياتهم كم زياتهم طغاتي بهلو كم أتهم كاب الدنيا مليئهم يوم سقاب لهم إلى يوم الدين كله يوم لأنه رب العالمين زخلقه سقاب يوم القيامة خم أتهم كم زلوا قال يسألنا مالتي زي جهنم زي أنا عاتهم مأوى مالتها زي وهو الذي يتجاوز الحد لأن الطغيان مجاوزة الحد كما قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني كل جزئتي الطغيان انتهي مالتي أبصرة الحق آية 11 أي زاد وتجاوز حده وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني الله سبحانه وتعالى
لما طغى الماء حملناكم في الجارية خبل كله أي زاد وتجاوز حده إتماي كبزح كله خمت أن لعلي يعني قليس أو مالتي وحد الإنسان كأ ناي ودسب حدود كرب العالمين بقرآن قليس أو بسورة الذاريات آية 56 إلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي له أنا إذا خلقوا الجنين نساء دك سبات بجاك كان خجزوني قال أي خلقوا منه وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون في حقوق العباد حجي كمت أن لعلي حلف مقبار ويدما زيادة تجاوز مقبار ويدما كاب زي قبأك محلف قدب كان تاي مالتيو قدب بناي ربي خوني خيل بناي دك سبات خوني خيل تجاوز الحد يكون في حقوق الله بناي حق ناي ربي خوني خيليو ويكون في حقوق العباد بناي حقوق ناي مبت ناي دك سباتون ويدما ناي دك سبات قبو ختقبرو زقبأك حقوق محلاف خوني خيليو أما في حقوق الله نابنت ناي ودسب بناي ربي حق حلف كله عز وجل انتاي مالتيو فإنه التفريط في الواجب أو التعدي في المحرم وأما الطغيان في حقوق الآدميين فهو العدوان عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم وهذه الثلاثة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن تحريمها في حجة الوداع في أكثر من موضع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حجي إذا تجاوز إذا كمت أن لعلي محلاف بحقنا يا ربي انتاي مالتيو السخ انتايو التفريط في الواجب اتي كمت أن لعلي أبواجب مقبار مالتيو أو التعدي في المحرم ويدما عفوا فإن التفريط في الواجب مالت اتو واجب قبروا وزبلنا زي مقبار مالتيو التفريط يعني أين قبرني إنك نقدف كلنا سجود لنا أين سجدن حج قبر لنا أين حججن مثلا لا إله إلا الله بقول لنا أين بلن زي التفريط في الواجب تقديتها زبلنا زي خلقنا قويتا نعوخ نقدف كلنا تفريط إبها مالتي أو التعدي في المحرم وينما أي تقبروا زبلنا شركي تقبروا لنا زيناي تقبروا لنا مستي تستيلنا حسماي تبلعي لنا يعني حماقنا قرأي ترأي لنا حماقنا قرأي تزاروي لنا ظلم أي تكبروا لنا استات محرم زخونا نقبر كلنا كامت أن لعلي ويكاب قبؤنا لعلي حلفنا مالتيو قتلوا دما أما الطغيان إذن يا ربي مالتيو أما الطغيان في حقوق الآدميين ندق سبات كامت أن لعلي حلفنا نقبرونا قنتاي مالتيو فهو العدوان يعني كامت أن لعلي حليف كان حدا ودسب أفتي نهاتو أمنتايو أب أموالو أب جنزبو أب دمو أب عردو ويدما أب عردو في الدم وفي المال وفي العرض كتحلف كلها وهذه الثلاثة إذن ثلاثة نجر التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم يلو حرموا ومالتي وأعلن تحريمها في حجة الوداع بحجة الوداع رسول الله عليه وسلم ما ترش تحجز قبره حجة الوداع يبهل انتايلو قريسوا مالتي رسول الله عليه وسلم انتايلو خطبة غيره من المؤمنين إن دماءكم دمكم لنحدكم كي تقاتلوا حماق كي تقبروا وأموالكم أبجنزبكم وأعراضكم عرض دمانئي حدا سب أبشرفنا هاتو بزنا ويبه بزخونا نجر بحماق زرب أخت الزاربلو عليكم حرام لأن حدكم زنجر كي تقبروا حرام يلو رب العالمين الرسول عليه وسلم قليت أوه فالطغاة في حقوق الله في حقوق العباد هم أهل النار والعياذ بالله سلازي إذا طغيان كمت أنزل حلفوا سبات مالتهم كبدادل يخيل اندي سب جن كمت أن لعلي زحلف بدلات جن أفتح حقوقنا يربن أفتح حقوقنا يدك سباتن يعني حق مالتي حقنا يربي حقنا يسبل لك بن حق ربنا حتت بن حقنا يسبون حتت مالتي يوم القيامة معز يوم الفصل وبقوا ما رب جزاء زبلنا مالتي يعني خمت رب العالمين زبلنا يعني يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت اتي ينفخ في السور فتأتون أفواجا اتي ميقات اتي حساب زقبروا له معلت مالتيو شعوء بتحقي حقنا يسب ويحقنا يربي زيد زحالف سب رب العالمين جزاء غيره تقدتوا أزبوا مالتيو إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لرسول الله عليه وسلم فالطغاة في حقوق الله اتهم طغاتهم زحلفوا بتحقنا يربي بتنا حقنا عباد زيهم أهل النار ناي حوي ناي جهنم سبات يوم يبلنا والعياذ بالله ولهذا قال للطاغين مآبا انتهي مالتي مآبا أي مكان أوب والأوب في الأصل الرجوع مالتي بعربية مآبا مالتي أي مكان أوب أو مالتك تملسلو مالتي والأوب في الأصل الرجوع
يعني أفتي بوتا خاتم اللسلو كما قال تعالى نعم الأب عبد إنه أواب صاد أب سلاسة مالتيو تمليسنا مالتيو نعم العبد إنه أواب يعني إذا باريازي تخكلنيا تعي مخانو نابر بزم الله مالتيو نعم العبد إنه أواب أي رجع إلى الله نابر بزم الله استوبيت واستغفر الله له تجاجي بدي لعف بلني سامحني يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب العالمين توبة خمانين تتوبة بعلنا يكوننا نمسو وتاب الله عليهم ليتوب لنا رب العالمين تتوبة خمان رب خبرك إمبر كل سبا يكون نزعدله سب كتبوت يايبل رجت أني يكون نسب بعلو خطبت خيل ولا يخيلن ربي توبة عدله خلو تواب كم زخون كجبره خلو تملاساي كجبره خلو إمبر كله بإيد رب سلزخونه رجت أنياتات كوينا كنت بتينا كم باليابلنا من مسحبنا توبة ربي تهيبنا كو إنا نملا سمبر ربي تزهيبنا كو سب كي توبة تخطب بتين دابله بتي حمق خاتمة رب ختملو ويك كدم دملو سلزخيل نسأل الله سبحانه وتعالى كل جزء ناب ربي تملستن ناب ربي أوابين ربي جبرنا آمين إنه نعم المولى ونعم النصير أي رجع إلى الله عز وجل دحري أخن تايلو ومالتي أزيأتهم سبات أوز أمتو أوز ملسو لابثين فيها أحقابا إلى رب العالمين أي يعني كل جزء يعني كأمت وائم أحقابا أي مددا طويلة وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المدد لا نهاية لها وأنها مدد أبدية كما جاء ذلك مصرحا به في 3 آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا نسأل الله العفو والعافية سورة النساء 268 سقاب 269 زلو مالتيو إذا خا لابثين فيها أحقاب مالت كل جزء أبقوا كم زقمتوا يعني بارزين فيها أبقوا ينبروا مالتهم لابثين فيها أحقابا أبقوا خمز الرأي مالتهم كم زنبروا أحقاب كا بقى قطر زي بلو جيزين عمتات مالتيو وسن زي بلو قدب زي بلو جيزي زل آلماوي أب جهنم كم زقمتوا مالتهم لا نهاية لها مجرشها زي بلو وأنها مدد أبدية كما جاء فيها ذلك مصرحا يعني مترشتها زي بلو كم زاب آيازي زنقرنا بسورة النساء 268 سقاب 69 زلو الله سبحانه وتعالى انتايلو إن الذين كفروا إذا كفار وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم فتسم رب العالمين أي غفر لهم ولا ليهديهم طريقة كالا حق أنيا من قدي تعي من قدي ربي أي وسدومني نابيدا إلا طريق جهنم بجكا نافت حو من قدي نافت جهنم من قدي يوم كأتوا خالدين فيها أبدا نزل ألم كأمة يوم كنبرئهم وكان ذلك على الله يسيرا إذا خأنا رب العالمين قليلين من تاي تتسويعهم أبيوم أمنوا تباهلهم أبيوم قدوفوا تباهلهم أبيوم تمعيدهم أي تقامي زم كلهم أنبياتات إذا خلوا قرآن إذا خلوا رسول الله عليه وسلم متيو بعلي إسب بمرجعوا دائما مريسو من قد جهنم يحشن تيلو يخيدنا من قد جهنم أي من قد جنة يحشن تيلو خاء ربي هديو مالتيو نتوم هل كنياتات نتوم زي سمعوا نتوم كن قبرين عند أولو زي قبروجن نساتهم كاء بجك كان من قد جهنم رب العالمين نبكى من قد أي وسدو من مالتيو نسأل الله العفو والعافية قد سيلوا دما في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى انتايلونا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا بسورة الأحزاب سسان 4 سقاب سسان حمش تنزل مالتيو زي أتخلقت آياماته وفي سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإذا كان الله صرح في 3 آيات في كتابه بأن أصحاب النار مخلدون فيها أبدا فإنه يلزم أن يكون النار باقية أبد الأبدين وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ووجد خلاف يسير بين من بعد أهل السنة في أبدية النار وزعموا أنها غير مؤبدة واستدلوا بحجج في الحقيقة شبه لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه وإذا قورنت بالأدلة الأخرى تبين أنه لا معول على المخالف فيه ولا على قوله
والواجب على المؤمن أن يعتقد ما دل عليه الكتاب كتاب الله دلالة صريحة لا تحتمل التأويل. والآيات الثلاثة التي ذكرناها كلها آيات محكمة لا يتطرق إليها النسخ ولا يتطرق إليها الاحتمال. أما عدم تطرق النسخ إليها فلأنها خبر، وأخبار الله عز وجل لا تنسخ، وكذلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم كذب أحد الخبرين، إما تعمدا من المخبر أو جهلا بالحال، وكل ذلك ممتنع في خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبني على الوحي. وأما عدم تطرق الاحتمال فالتصريح بالأبدية في الآيات الثلاثة. والمهم أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: الشيء الأول وجود الجنة والنار الآن، وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثيرة، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإعداد التهيئة، وهذا الفعل أعدت فعل ماضي يدل على أن الإعداد قد وقع. وكذلك قال الله تعالى في النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، آل عمران. والإعداد تهيئة الشيء، والفعل هنا ماضي يدل على الوقوع، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار. سلازي إزي زقلت مالتي متقرشتو بزعبة تي ثلاثة آيات زقلت لنا: جنة زالعالماويت مخانا، وجنة وحوخ أنا زالعالماويت مخانا مالتيو، وزي أنكلتي أنك أتخليق أنكم زلوا تداليا كم زلوا بزا آيات زي مالتي قليتو. إذن آية ثلاثة أنك أنا زالعالماوي مخانا جهنم زقلت لنا مالتيو: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال أيت آية: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. زبل مالت آية. وقاس راسال سيتخ: ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم خالدين فيها أبدا. بسورة الجن مالتيو. إذن ثلاثة آيات قلت لنا بتخكل بأهل السنة والجماعة زأمنلو جهنم زأتو زالعالماوي خمزأتو مالتهم تم كافرين بجكة. طبعا اتم مؤمنين اتم لا إله إلا الله زبلو تساق يوم رب العالمين كوتصኦም كم مخانو مالتيو. لكن اتم كفار اتم أهل جهنم اتم طاغين زبلنا يوم جن زالعالماوي خمز نبرو. إذا آيات زقليتولنا إذا آيات زخاء محكم مزخونة أهل السنة والجماعة زأمنلو. لكن كاب أهل السنة والجماعة ونكال رؤيتو زلوهم بزعبة جهنم سي زالعالماويت أيكونة تنزبل مالتيو. ابن عثيمين كأ زينهاتهم دليل نهاتهم حيالا يكونن اتناي مبزحتهم أهل السنة والجماعة زأمنلو جن زالعالماوي مخانتي لهم أقميت مالتهم وتي دليل كأخب قرآن كاب سنان سلزخونة اتي آيات محكميو ناسخ ومنسخ أيكونن اتي رقص أنيا زقبرنا خاء اتي آيات اتي مستر رسول صلى الله عليه وسلم زبلنان زي واقع نقر مخانو مالتيو. على كل حال متقرش تاخن أمن له نقر زلنا يلو مالتيو كلتا نقر جهنم كم زل حجي ودليلنا هاتو خاء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين لنا. جنة خمزلا مالتيو أعدت مالتك نتدالو نقر كم زخونة. سلزي تداليات تصب خمزلا كمزلا مالتيو ونعيد مانئي مغفرة قبرو ناب من قد جنة قصكم قبرو إلنا أعدت للمتقين نتم رب زفرحو رب العالمين أدالي والله مالتيو. قال أي آيات ما: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذا جهنم زئا تدالي زلخانة تم كفر تتنققوا سلزبلنا. والإعداد كأتهيئة الشيء إعداد اندحر تباهلو لا جدا تدالي ولو نقر سلزخونة زئا جنان جهنم كأ تداليا كم زلوا إعداد كم تقبرلن زقلت لنا مالتيو. والفعل هنا ماضي يدل على الوقوع، عفوا زخونة نقر كم زخونة مالتيو. ولذلك جاءت السنة صريحة في ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار. سلازي رقص أنياتات نزوخ زقبرنا دما رسول صلى الله عليه وسلم جهنم جنان ربي خمزر أيوة أب الدنيا كله نجيرنا قليت قلنا مالتيو. إزي حادة خفتي قدامي اعتقاد ويكن أمن كم زلنا بز قدايزي تخكل بتنا أهل السنة والجماعة زبلوه كن أمن كم زلنا مالتيو. اتاخل ايتخاني الثاني اعتقاد أنهما
داران أبديتان من دخلهما وهو من أهلهما فإنه يكون فيهما أبدا. أما الجنة فمن دخلها لا يخرج منها كما قال تعالى وما هم منها بمخرجين. وأما النار فإن عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله أن يبقوا فيها ثم يكونوا مآلهم الجنة كما شهدت بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى لابثين فيها أحقابا لا تدل بأي حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤبدة يعني إلى أمد ثم تنتهي، بل المعنى أحقاب كثيرة لا نهاية لها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. سلزي إذا أنا بزعبة تجنان جهنم دما زل آلماوي زقمت أنا بأخا مخانو بحلف دما نجنة زأتو كم زي وط مالتي زقلت لنا. لكن جهنم زأتو جن اتم مؤمنين سقاب اتربي زبالهم تساقيهم ندقنا نبجنة خأتو يوم اتم قالوت جن زل آلماوي أي وطن يوم عدمي أملو قصر زي بلو مالتي أحقابسي وسن زي بلو قدب زي بلو مترشتا زي بلو نجر كقمتي مالتيو اتي تاريخ زلو أمت أي كفال كنقصوا لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا وأن يجعلنا ممن يفقهون دينهم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.